في عام 2010 وتحديدا قبل كاس الافريقيه، حسن شحاته جاله خبر ان فنان خط النص محمد ابو تريكه اتصاب، وفي نفس الوقت ده عمرو زكي كان برضه مصاب، وكلنا فاكرين ان العلاقه ما بين حسن شحاته واحمد حسام ميدو ما كانتش الطف حاجه، وعلشان كده استبعدوا من القايمه. علشان يقرر حسن شحاته انه يستعين بمهاجم مغمور محدش كان يعرف عنه حاجه، لكنه كان متالق مع نادي الاتحاد السكندري وهو محمد ناجي جده. في الوقت ده الراي العام كله كان ضد حسن شحاته وبيهاجموه، وخصوصا مشجعين اللاعب احمد حسام ميدو. بتمنى من ربنا ان الظلم اللي حصل لاحمد حسام ما يجيش على حساب مصر. البطوله دي كانت مختلفه على المنتخب الوطني، لان معظم المنتخبات اللي هيواجهها اتاهلت للمونديال، وبرغم ان الجيل الذهبي للمنتخب كسب البطوله دي في 2006 و2008 لكنه ما تاهلش لكاس العالم، وكانت البطوله دي بمثابه رد اعتبار لبطل القاره. اول مباراه لجده كانت ضد نيجيريا، ونزل في اخر ربع ساعه وقدر انه يسجل الهدف الثالث للمنتخب، لكن برضه ده مش سبب ان المعلم يستبعد ميدو. في بني ادم عاقل في مصر كلها يقول ان ميدو مش المفروض يبقى موجود في